السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل الناجتس الخطيرة دي، ناجتس البطاطس المقرمشة اللي تنفع في كل وقت وفي كل مكان. جميلة جدا 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 ومقرمشة من بره وطرية ومتهوية من جوه. تحفة تحفة تحفة، أحسن من الشيبسي اللي الأولاد بيشتروه. تعمله لهم وياخدوه معاهم من المدرسة وياكلوه في البيت جنب أي أكلة. تحفة، أو سناك يعني في وقت بين الوجبات. خطيرة وتحفة وجميلة جدا وهتعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. معانا 3 بطاطسات متوسطين مسلوقين بقشرهم علشان ما يكونش جواهم مية، ومعانا التوابل، ومعانا بقدونس والنشا وبيضة وبيكنج باودر. هنقشر البطاطس تمام كده اهو، قشرناه مع بعض اهو. تلات حبات بطاطس وهنهرسهم بالهراسة تمام كده، خطوة خطوة مع بعض. والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. تمام خلاص هرسناه. هنضيف بقى التوابل اللي قلت عليها، وهنضيف 3 معالق نشا لكل بطاطساية او كل حبة بطاطس، معلقة نشا. وهنضيف البقدونس 1 بيضة. تمام. البيكنج باودر بقى نص معلقة صغيرة، مش هنكتر عن كده. تمام. هنخلطهم مع بعض كده كلهم لغاية ما يمتزجوا. تمام كده. هنستخدم ايدينا بقى، هنعجنهم عشان نشكلهم بعد كده. البطاطس الأطفال والكبار بيحبوها، وليها طرق كتيرة جدا عشان ناكلها بيها. هنجيب بقى مفرش العجين وهنرش عليه رشة نشا، وهنبتدي بقى نشكل قطعة قطعة من عجينة البطاطس، وهنقسمها. تقسميها تشكليها زي ما انت عايزة، الشكل اللي يعجبك. تمام كده. وهنجيب شوكة وهيكون الشوكة هنغرزها في النشا الأول، وهنعمل شكل بسيط كده على الناجتس، وممكن ما تعمليش حاجة خالص يعني. تمام كده. هناخد القطعة التانية من عجينة البطاطس وبرضو هنعملها رول وهنظبطها كده وهنقطعها. جميلة وسهلة وخفيفة ومش هتاخد منك وقت اهي ما شاء الله. دلوقتي هنجيب طاسة ونحطها على النار، وهنحط فيها عود قرفة، وهنسيب الزيت يسخن، وبعد كده هنضيف له الناجتس اللي احنا عملناها بتاعت البطاطس. تمام كده. وهنديها لون حلو كده، نحمرها نديها لون حلو اهو. ده اللون الجميل. مش هنغمقها قوي عشان ما تنشفش قوي. النشا هنا بتلعب دور في القرمشة. القرمشة بتيجي من النشا اللي انا حطيتها جوه العجينة، والنشا اللي هي فردت عليها العجينة وشكلتها. دلوقتي خلصنا الدور الاولاني، هنعمل الدور التاني.
وهتطلع معانا بقى كده جميلة، وما شاء الله ما شاء الله كمية جميلة. التلات حبات بطاطس عملوا كمية جميلة. هنرش عليهم شوية بقدونس. البقدونس مهم للمقالي والمشاوي. وهناكلها كده بالصوص الكاتشب. شايفينها جميلة ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ومقرمشة ومن بره وطرية وهشة من جوه، وطعمها خطير. هتعملوها ان شاء الله وهتطلع جميلة معاكم، وهتعجبكم وهتعجب ولادكم وكل حبايبكم. اهي ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل ومش سريع ومفيد. بحبكم كتير في الله. السلام عليكم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.